على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة كنت أجهز الدرس. كيف حالكم؟ إيش الأخبار؟ أرجو أن تكونوا بخير. ما زلنا في الحديث 18 من صحيح البخاري في كتاب الإيمان. قال باب، ولم يترجم لهذا الباب شيئا، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من الصحابة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا الحديث العظيم قال فبايعناه على ذلك، تتم الحديث فبايعناه على ذلك. مشاهدينا الأكارم، تشاهدون هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواضع عدة برقم 3892 وبرقم 3893 وبرقم 3999 أن عبادة بن الصامت كان شهيد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبايعوني. هذا الحديث العظيم كما تشاهدون أمامكم في الشاشة، كذلك رواه الإمام البخاري بلفظ آخر من نفس الحديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن هذا هو تخريج الحديث برقم 4894، وكذلك كرره الإمام البخاري برقم 6784 وبرقم 6801 وكذلك ب 6873، وأيضا كرره في
رقم 7213، وكذلك كرره 7468. سنقرأ النص الذي فيه آخر ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. هناك كان في عصابة، وهنا قال في رهط. فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا هو تخريج هذا الحديث العظيم من صحيح البخاري وما أورده من أرقام. كذلك أخرج هذا الحديث أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى برقم 1709 و1700 وكذلك وتسعة أيضا، ولكن بألفاظ مختلفة. كذلك أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى برقم 1439 بلفظ: عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال، فذكر الحديث. وكذلك أخرجه الإمام النسائي رحمه الله تعالى بلفظ: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا، وذكر الحديث برقم 4161. كذلك أخرجه الإمام النسائي كرره برقم 4162. قال عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا، وذكر الحديث. كذلك كرره الإمام النسائي بلفظ: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، كل ذلك من حديث عبادة بن الصامت. وأيضا كرره الإمام النسائي رحمه الله تعالى برقم 4210 قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وذكر الحديث. كذلك أخرجه أيضا الإمام النسائي برقم 5200 بلفظ: عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وذكر الحديث. كذلك أخرجه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى برقم 2603 عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة له، وإلا فأمره إلى الله. هكذا لفظ الإمام ابن ماجه. أما الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده برقم 2497 عن عبادة بن صامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، وذكر الحديث. وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده برقم 22668 قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء 6: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا يعضه بعضكم نعم، ولا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصون في معروف، فمن أصاب منكم حدا فعجل له عقوبته فهو كفارة له، وإن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده.
وكذلك كرره برقم 22678 وبرقم 22733 وكذلك برقم 22733 و22742. كل ذلك يكرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بألفاظ مختلفة وبأسانيد مختلفة، يتكرر ذلك. وفي كل هذه الأحاديث مع تكرارها فوائد عدة كما لا يخفى على المختصين. نعم، كما لا يخفى على المختصين. هل لهذا الحديث شواهد؟ نعم، هناك عدة شواهد لهذا الحديث، منها ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي، وكذلك ما أخرجه أيضا ابن ماجه، وما أخرجه كذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. ومن هذه الشواهد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، إلى أن قال: من فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا فستره الله يوم القيامة. هذا الحديث لا علاقة له بهذا الشاهد. نحن ما زلنا في حديث عبادة بن الصامت، ولعل هناك خلل في هذا الحديث. على كل حال، في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت، ذكرنا التخريج كاملا. نعم، ذكرنا التخريج كاملا. إذن ليس له شواهد. معذرة مشاهدي الكرام، هناك خطأ فقط في التطبيق، ليس له شواهد هذا الحديث، لذلك نكتفي بما ذكرنا من التخريج، ثم نأتي الآن إلى شرح هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم الذي نحن نذكر برقم 18، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، الحديث كما هو موضح بين يديكم في الشاشة مشاهدي الأكارم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. عذرا. نعم، هذا الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة البيعة هو أن يعطي الصحابي عهدا وميثاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يلتزم بكل ما أمر به، وأن ينتهي بكل ما أمر بالاجتناب عنه. وهذه البيعة معروفة لدى الصحابة رجالا ونساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم، فكانوا إذا بايعوا وألقوا الكلمة التزموا بها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. فبدأ بالتوحيد الذي هو عماد هذا الدين
لا إله إلا الله. وثم قال ولا تسرقوا، والسرقة هي أخذ مال الغير من حرز أو من مكان لا يصل إليه أحد وفيه حد من حدود الله تبارك وتعالى. وقال ولا تزنوا، والزنا معروف أن يقع الرجل على امرأة لا تحل له، وبذلك يكون قد وقع في فاحشة الزنا عياذا بالله، سواء أمنى أو لم يمني. ولا تقتلوا أولادكم، كان الجاهلية قديما يقتلون أولادهم لسببين: السبب الأول خشية العار فيئدون البنات، والسبب الثاني خشية الفقر وهو الإملاق، وقد ذكر هذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية نحن نرزقهم وإياكم. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، والبهتان هو الكذب، هو أعلى درجات الكذب والافتراء، نسأل الله العافية والسلامة. فهم قد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتروا على أحد أي كذب، سواء كان حاضرا أو مستقبلا، وعبر بذلك ولا ببهتان تفترونه بين أيديكم يعني الآن، وأرجلكم يعني مستقبلا. ولا تعصوا في معروف، المعروف ما عرفه الله عز وجل وما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعروف هو داخل في أوامر الشريعة، وهو هنا الأمر بكل ما جاء بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ولا تعصوا في معروف، فلا يجوز للصحابة ولا لأي أحد من أتى بعدهم أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف، أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم أن يأمر بغير المعروف عليه الصلاة والسلام، فكل أوامره وكل نواهيه كلها عند الله تبارك وتعالى وحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا تعصوا في معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى بهذه الأمور الستة التي لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. هذه الأمور الستة من وفى بها فأجره على الله سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهنا إشكال قد تحدث العلماء في مسألة من عوقب به في الدنيا، أي من كان مثلا مشركا وقتل حد بحد الردة، هل يعتبر هذا كفارته؟ قالوا لا، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود يعني المقصود إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا فسروا الشرك هنا بالشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة المؤمنين المسلمين ولم يخاطب المشركين، لأن البيعة لا تأتي إلا بعد الإيمان أصلا، البيعة لا تأتي، فالمشركون لم يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فكل مشرك والعياذ بالله هو كافر يستحق ضرب العنق. أما المؤمن هو الذي يجب عليه أن يؤكد على التوحيد ويبتعد عن كل القاذورات والموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى، فهو المعني به. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، يعني من وقع في حد من الحدود كحد مثلا السرقة وحد مثلا الزنا وقتل مثلا مؤمنا،
فقتل به فهو كفارته. أما مما يتعلق بالتوحيد فليس له كفارة إلا التوبة، ليس له كفارة إلا التوبة والاستغفار، كما لا يخفى على شريف علمكم. وأما ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. وهذا أيضا فيه حث على أن من وقع في شيء من السرقة أو الزنا أو القتل فتاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولم يسلم نفسه للسلطات فهو أمره إلى الله، فإن شاء الله عفى عنه، وهذا هو الغالب أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن الشخص، خاصة إذا تاب توبة نصوحة، فإن الله يتحمل عنه ويرضي أولياء الحق، سواء كان مالا أو كان عرضا أو كان قتلا دما، يرضيهم الله سبحانه وتعالى لمن تاب توبة نصوحة. ولذلك ربنا عز وجل قال في آية الحرابة قال إنما جزاء الذين يسعون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لاحظتم حتى آية الحرابة يعفو الله سبحانه وتعالى ويمنع أولياء الأمور لإقامة الحد في من تاب من المحاربين ومن المفسدين في الأرض، فالتوبة تجب ما قبلها، هذا غالبا. ولكن أيضا احتمالية أن يعاقبه الله عز وجل وارد، فلذلك قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت فبايعناه على ذلك. هكذا بايع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني العظيمة، وقد وفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فلم تسجل على أحد منهم شيء من هذه القاذورات كالشرك بالله. كانوا هم أئمة الموحدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين نشروا هذا التوحيد وهذا الدين عبر العالم، ونحن من ثمارهم في الحبشة أثيوبيا أو إريتريا أو القرن الأفريقي، وكذلك الذين أيضا يعني تمتعوا بنعمة الإيمان في كل أنحاء العالم، هم من حسنات الصحابة الكرام. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تشركوا بالله شيئا وقد وفوا ولا تسرقوا. لم تسجل حالات السرقة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلا قليل، تلك المخزومية التي كانت تأخذ شيئا فتنكره فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، المخزومية، المرأة المخزومية، وهكذا لا نعرف اسمها، سترها الله عز وجل وسترها الصحابة رضوان الله عليهم، إلا لطالب علم أراد أن يبحث فيتعرف على اسم تلك المخزومية، ولكن لا يهمنا معرفتها. فحالات السرقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قليلة جدا، لأن إنبار الإيمان كان مرتفع عند الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكون يحتاجوا أن يمدوا أيديهم إلى أموال غيرهم، لأن أساس الإيمان عندهم قوي، وبالتالي هم تركوا في مكة المكرمة أموالهم وتركوا خيراتهم من أجل الله تبارك وتعالى، فلا يمكن يفسدوا ذاك الإيمان بأن يسرقوا أو يأخذوا شيء. وتعلموا أيضا أن السرقة، أن أخذ المال أموال الغير محقر جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا تزنوا، كذلك فاحشة الزنا، يعني حفظ الله عز وجل الصحابة رضوان عليهم من هذه الفاحشة، لم تسجل إلا حالات قليلة جدا كماعز والغامدية وغيرهم من بعض الصحابة الذين وقعوا في هذه الفاحشة، على أن عددهم كان يفوق 120,000. تخيل 120,000 من الصحابة لم تسجل عليهم هذه الأمور. قد يكون وقعوا سترهم الله، لكن
من وقع وجاء واعترف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على عدد قليل جدا. شوفوا الطهارة، شوفوا العفة، شوفوا يعني السمو العالي لهؤلاء الصحابة الذين درسوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قمنا ببحث في هذا المجال، كم عدد الذين وقعوا، كم الذين أقام عليهم الحد رسول الله، وأقام عليهم الحد أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لأن هذه هي الخلافة الراشدة، هذه هي فترة الخلافة الراشدة. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن لا تجد حقيقة أن الصحابة وقعوا في هذه القاذورات، لأن الموعظة كانت يتخولهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل كان بشكل مستمر عندهم، فبالتالي قليل. كذلك كانوا يتزوجون، والزواج كان ميسر عندهم، فلا حاجة لهم أن يقعوا في المعصية. وكان التعدد عندهم، يعني أقل صحابي عنده زوجتان، أقل صحابي عنده زوجتان. واليوم الشعوب الإسلامية قبل الشعوب الكافرة تحارب التعدد مع الأسف، إلا من رحم الله. يحاربون هذه الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يخف وطأة الشهوة على كثير من الرجال والنساء، ومن أجل أن يتم ستر الأرامل وما أكثرهن في زمننا هذا. والله أنت تتعجب، بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبعدنا وقع الناس في بلايا كثيرة. أنت تعال انظر إلى ما يتعلق بالزنا وأبناء الزنا ومراكز اللقطة ومراكز الأيتام بعدد كبير في كل بلد. هذا جانب. الجانب الثاني تعال شوف إلى العوانس في إحدى الدول العربية 10 مليون، وفي الأخرى قريبا من ذلك، وفي الأخرى قريبا. عوانس نساء ليس لهن حقيقة من يسترهن، وتأتي هذيك وتلك وذاك يتحدث ويتفلسف في أن مشروع التعدد لا ينبغي أن يكون، إنما هو مباح لمن يستطيع. كلام لا يقبل منه عقل. انظر سبحان الحكيم العليم، لما شرع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، كان من أجل أن يحد من حد الزنا، ويحد من حد العوانس. وأيضا المطلقات، تعال شوف المطلقات وما أكثرهن في كل بلد. اذهب وخذ قائمة من المحاكم عدد المطلقات، شيء مهول مخيف جدا. إلى أين تريدوا أن تأخذون بهذه الأمة؟ إلى أين أن تريدوا أن تأخذوا بهذه الأمة إخواني وأخواتي؟ الأمر خطير. لذلك التعدد في النكاح وكان حلا للحد من فاحشة الزنا. ثم قال تعالى، وقال النبي عليه السلام: ولا تقتلوا أولادكم. ذكرت هذا أن الصحابة وبعض القبائل في زمن الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم بسبب الفقر وبسبب الخوف من الفاحشة. اليوم والعياذ بالله المرأة أصبحت كالرجل، والفتاة صارت لها القوة وصارت لها الأنفة، تتكلم بكل قوة في أكثر أنحاء العالم، إلا من رحم الله في بعض البلدان التي لا تزال تحافظ على العفة وعلى قيمة المرأة وعلى حيائها. هذا قليل، نسأل الله أن يحفظ الأمة الإسلامية من الفساد. إذن أصل القتل محرم، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أمر خطير بالنسبة لقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فأثنى الله عز وجل على المؤمنين لأنهم لا يقتلون دم الحق، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا يمكن مؤمن يرفع السلاح على أخيه المؤمن ويقتله. وما يحصل اليوم في السودان أمر عجيب، والله أمر عجيب، أمر غريب، الله المستعان. نعوذ بالله من الفتن، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في السودان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في السودان أصحاب الحق، وانتقم من المحاربين والمفسدين
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كذلك قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيدي. البهتان هو أن يتهم رجلا شخصا آخر بكذب وافتراء. هذا البهتان والعياذ بالله من كبائر الذنوب، وهو في زمننا هذا كثير، يحصل كثير أن يذهب مجموعة من الناس أو بعض الناس إلى المحكمة فيفتري كذبا ويفتري بهتانا على أخيه المسلم. هذا من كبائر الذنوب، هو ظلم، ومن وقع فيه فقد وقع في خطر عظيم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. شاهد الكرام، هذا الحديث العظيم فيه هذه المبايعة، والصحابة رضوان الله عليهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أمة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر بايعت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إن كنا لم نتشرف بمصافحة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، إلا أننا تشرفنا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام بعد هذه القرون الطويلة، ونسير على منهجه إن شاء الله، نحبه ونحب أصحابه ونحب دينه ونحب الدين الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا عليه مؤمنين مقبلين غير مدبرين. نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله، اللهم آمين. هذا الحديث عظيم جدا، فيه المبايعة. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعصوا أمره في المنشط والمكره، في العسر واليسر. ومما بايعوه أيضا أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى إذا كان أحدهم على راحلته فسقط صوته كان ينزل من راحلته فيأخذ صوته. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم معتمدين على الله تبارك وتعالى، يجعلون حديث عبد الله بن عباس بين أعينهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث معروف لا يخفى على شريف علمكم. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تعيننا على طاعتك وتكلأنا برعايتك وتعفو عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. على نهج إننا وعند الله الساعة